السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. ما زلنا مستمرين في نقل الزيارة المليونية، زيارة الأربعين. اليوم سنغطي إليكم قدوم موكب جمهور الشوملي الكبير إلى مدينة الحمزة الغربي عليه السلام. ابقوا معنا. الله يجوركم بمصاب سيد الشهداء ومصيبة زينب جبل الصبر بما مر عليها من الظلم والجور الذي وقع عليها من آل أمية الطلقاء. نعزي العالم الإسلامي وعلى رأسهم الإمام المهدي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وكل المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها بهذا المصاب الجلل، وهي أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ربي يحفظكم إن شاء الله. اليوم الكثير من الناس، الكثير من المعزين الزائرين ينتظرون موكب جمهور الشوملي بفارغ من الصبر. هل توجد هنالك إضافات للموكب؟ هاي السنة الله رزقنا بتجديد 5 مجسمات، وأولهن هي الرد رسالة إلى العالم أجمع. هي الرسالة أخلاقية إنسانية تربوية ثقافية، رسالة تعطي فكرة واسعة عن أخلاقنا الشيعية ومبادئنا الحسينية ومبادئ محمد وآل محمد ومبادئ علمائنا اللي تعلمنا من عندهم الأدب والأخلاق والسماحة. لذلك احنا جسدنا هذا التشبيه اللي هو ردا على الذين أساءوا السوء وكانوا بآيات الله يكذبون. جسدنا هذا التجسيد اللي هو جسد شخصية نبي الله أو روح الله عيسى المسيح عليه السلام وأمه مريم من ولادته من المهد إلى اللحد. لذلك احنا هاي رسالتنا للعالم، نقولهم إن على أن المسلمين بالخصوص منهم الشيعة وزوار الإمام الحسين وخدام الحسين تعلموا من نهج الحسين احترام الأديان، لأن القرآن هو اللي وصانا على أن نحترم كتب الله وأنبياءه ورسله ولا نفرق بين أحد منهم. لذلك القرآن اللي تجاوز عليه وما خلق هاي الفتنة الكبيرة اللي صارت كما لاحظوها الأخوة اللي سمحها العالم كله، تجاوز على كتاب الله المقدس. هو ما يعلم أول ما تجاوز على مريم، لأن الكتاب قرآننا نعم اسم مريم وسورة كاملة، سورة مريم بسورة كاملة على جميع الأديان السماوية. رحم الله وحظ على وكل ذكر كل الأنبياء والرسل، منهم بني إسرائيل ونقباء بني إسرائيل ويعقوب وموسى وعيسى، كله تعلمناه من القرآن. فهو عليهم التجاوز، تجاوز على كل الأنبياء، تجاوز على مريم العذراء، تجاوز على المسيح عيسى روح الله، وتجاوز أيضا على الإنجيل، لأنه الكتاب القرآن الكريم جمع التوراة والإنجيل والزبور وكل آيات الله سبحانه وتعالى وأنبياء ورسله. لذلك احنا نرد عليه رد أخلاقي، رد حسيني، رد حسيني. نقول له أنت حرقت القرآن، أنا جسد أعظم صورة للسيد المسيح عيسى، وهذا تجسيده كما نلاحظه، وتجسيد مريم عندما ولدت المسيح عليه السلام اتخذت حجاب من أهلها مكان الشرقية، وبعد ما ولدت المسيح يا مريم هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. بعد ما أجاها عيسى المسيح وذهبت لبني إسرائيل ونطق الطفل في المهد وعلم بني إسرائيل أنه هو روح الله. واليوم نقلنا صورة مو بس القرآن، نقلنا الإنجيل المقدس وكتبنا أخذنا من عنده ملخص وهو سفر زكريا، كانت كلمة الرب إلى زكريا إلى آخره. فهذا السفر هو كان قبل ما ينزل القرآن على نبي محمد. فإحنا نحترم، نقول للعالم نحترم الإنجيل، نحترم التوراة والزبور وكل كتب الله. هو دين الإسلام دين وسطية، دين اعتدال، هذا دين اعتدال، دين الأخلاق السماحة واللين. فمن هذا القرآن تعلمنا احنا مبادئنا الحسينية ومبادئنا المحمدية، وتعلمنا الأخلاق والصبر والسماحة. لذلك احنا نرد عليهم، نرد على عدونا بالطيب بالاحترام بالاخلاق. احنا الشيعة شفنا جسدنا هاي الشخصيه العظيمه للسيد المسيح عليه السلام. اكو هنالك مجسمات اخرى غير؟ اي نعم، جسدنا بيعه الغدير اللي اتفق عليها كل علماء المسلمين،
في غدير خم أخذ رسول الله بيد علي بن أبي طالب وقال من كنت مولاه فهذا علي. هذا المجسم مال بيعة غدير جديد؟ اي جديد. جديد. نعم. إن شاء الله. وكذلك سجن الإمام الكاظم سند اللي قتل فيه الإمام الكاظم، وعلى صورة الساجد لأنه يلقب بصاحب السجدة الطويلة. وبعدها عندنا إضافات مشرعة وتحفيات أهديت إلينا من غير دول، لذلك احنا جسدناها للشارع الحسيني بأبهى صورة، ونسأل الله تعالى القبول منا ومنكم انتم ايضا خدام الحسين، وانا اشكر هذا اللقاء الحسين. اعزائي المشاهدين، الى هنا وصلنا الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم في تغطية موكب جمهور الشوملي في مدينة المدحتية، مدينة الحمزة الغربي عليه السلام. سنلتقيكم ان شاء الله في تغطية اخرى، الى اللقاء.